إطلاق سراح الطبيبة التركية رميساء أوزتورك طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس الأمريكية. ديت طبعا اعتقالها قلب الدنيا ليه وإيه اللي حصل فيه؟ خلينا نتكلم عن الموضوع دوت. الحقيقة تم اعتقالها في الشارع بشكل مهين جدا لا يتناسب مع السلوك الأمريكي في التعامل مع المهاجرين. أمريكا من أحسن الدول في العالم في التعامل اللطيف والكويس مع المهاجرين في العالم، عشان كده الناس من كل أنحاء الدنيا بتحاول تهاجر ليها. فيها بعض مميزات تانية غير الموضوع التعامل ده زي الاقتصاد وغيره، لكن موضوع التعامل ده مهم جدا، ده فرق كبير جدا. لما تيجي تبص على تعامل أمريكا مع المهاجرين وتبص على القارة العجوز على أوروبا وتبص على دولها في تعاملها مع المهاجرين تلاقي فرق رهيب جدا، فرق السماء والأرض. طبعا الدول ديت مش كلها زي بعض، في منها الكويس وفي منها الوحش، لكن أمريكا بشكل عام الموضوع فيها ألطف بكتير وأحسن بكتير جدا جدا. يعني ما بيتمش التعامل بالشكل الفظ دوت إلا مع العصابات، مع الناس المجرمين، مع الناس اللي عندهم مشاكل ضخمة والقبض عليهم بيشكل خطورة كبيرة على الضباط، فعشان كده بيحاولوا يأمنوا نفسهم. لكن دكتورة جامعية بتدرس دكتوراه ما عملتش جرائم او مشاكل ضخمة عدوانية، ليه يتم القبض عليها بالشكل ده؟ فالموضوع عمل تأثير ضخم جدا في السوشيال ميديا وفي العالم كله وفي الإعلام وفي كل حتة. طيب الدكتورة دي اتقبض عليها، قعد أكتر من 3 أسابيع في الحجز. النهاردة تم الإفراج عنها. القاضي طلب أدلة من الحكومة الفيدرالية ما بعتتش أدلة قوية تثبت المشكلة، عشان كده القاضي أمر بإخلاء سبيلها. كويس. المشكلة كانت ايه؟ ان هم كاتبين شوية تهم اهمها ان هي روح حماس وان هي معادية للإسلامية وحاجات زي كده. كل ده عشان مقالة هي كتبته كان فيها جملة او جملتين او حاجة زي كده، لكن هي ما عملتش اي مشكلة او اي حاجة تانية. كويس. قد يكون معاهم حق او قد يكون لا. كويس. يعني قانونيا قد يكون معاهم حق او قد يكون لا، لكن انت عندك مشكله مع حد وعايز تكنسل له الفيزا، كنسل الفيزا، ابعت له تحذير، ابعت له حاجه، قول له انت هيتعمل لك كانسليشن للفيزا وعندك الفتره الفلانيه عشان تمشي فيها، زي ما حتى بيتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. لكن لما تكون دكتوره جامعيه وواحده يعني كويسه ومش عامله مشاكل ومش عامله حاجه، ليه تتعامل معاها بالشكل دوت؟ اديها شكل لطيف تمشي بيه بكل سهوله. الموضوع ما كانش مستاهل. يعني كمان هي مش من الناس مثلا اللي نظمت مظاهرات كبيرة او عملت حاجة، هي عملت مقالة، هي مش عملت حاجة يعني فيها مشكلة. والقاضي شاف ان الموضوع يتماشى مع الفريدم اوف سبيتش والفيرست امندمنت والحاجات ديت، فالموضوع كان ابسط من كده. طيب هل مطروح بعد اطلاق سراحها وزير الخارجية ماركو روبيو كنسل لها الفيزا بتاعتها، ايه الوضع دلوقتي؟ هل هترجع للجامعة ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ مش عارفين.